أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي وفي صحة وعافية. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفتي للفلفل المحشي على طريقتي الخاصة. بالحق الوصفة هذه كنت تجربوها باش تعجبكم برشا، على خاطر بالحق حاجة بنينة على الآخر وموزوزة في نفس الوقت، ويكون الفلفل ماهوش يابس برشا، يكون اطري يذوب ذوبان بالحق في الفم. دونك اذا تحبوا تعرفوا الوصفة تابعوا معايا الفيديو للاخر. في الوصفة هذه باش نستحقوا بصل يكون مقطع جيد، سبناخ والا معدنوس حسب الرغبة، ولهنا خذيت اسكالوب طيبته وفرمته كما تشوفوا، ولهنا باش نفوح الخليط بالملح والفلفل الأكحل والكركم، وبطبيعة حطينا شوية فلفل زينة باش يعطينا أكد وزويزة وتحرحيرة اللي نحبوها في الفلفل المحشي. حطينا لهنا الملح كما تشوفوا، وحطينا الكركم، نكثروا شوية في الكركم خاطر فريمون يبنن على الاخر، مقدار مغرفتين صغار كركم، ونكملوا نفوحوا الخليط بقية لفاحات اللي هو الفلفل الأكحل، وبالطبيعة باش نضيفوا بقية لفاح اللي هو الفلفل زينة. والسر باش يجيكم الفلفل المحشي بنين وموزوز ومحرحر شوية هو الفلفل الزينة يبنن على الاخر. تضيفوا الكمية قد ما تحبوا، نجموا تحطوا شوية بركة وتنجموا تزيدوا قد ما تحبوا، وإلا تنجموا تستغنوا عليه زيادة مش مشكلة، فما اللي ما يحبش الحار عادي. لهنا ضفت الجبن بالطبيعة ربي ما ننساوهوش، هو اللي يزيد الفلفل بنة على بنة. حطوا كمية باهية متاع جبن، الجبن اللي موجود عندكم مش مشكلة. انا لهنا حطيت موزاريلا عربي، انت تنجم تحط جبن مثلثات تقطعوا دي كوب صغار وتحطوا في الخليط متاع الفلفل المحشي. المهم شخشخوا بجبن على خاطر فريمون يزيد الفلفل الحشو متاع الفلفل بنة على بنة. وبالطبيعة باش نضيفوا اخر حاجة البطاطا المقلية متاعنا اللي قطعناها دي كوب صغار كما تشوفوا وقليناها، ولهنا باش نضيفوها للخليط متاعنا ونكملوا بالطبيعة نخلطوا الخليط متاعنا بالعظم باش يجينا متماسك بالقدا حسب الرغبة، ونشوفوا الخليط متاعنا من بعد اسكو متماسك ولا لا. وقد ما نستحقوا عظم نحطوا بالطبيعة، قد ما نستحقوا نخلطوا ونشوفوا. لهنا حطينا البطاطا المقلية متاعنا، وباش نتعداو من بعد نخلطوهم شوية ومن بعد نضيفوا لهم العظم باش يخلينا الخليط فريمون يكون متماسك على الاخر، باش نجمو بعد نحشيوه في الفلفل محشي متاعنا. خلطوا هكا بالكدا الخليط باش لفاحات الكل تتخلط مع بعضها وكل شيء يكون مفوح، سورتو الاسكالوب نتاعنا يتفوح بالكدا ويدخل فيها كلفاح اللي حطيناه الكل. لهنا ذبلناهم شوية مع بعضهم بالطبيعة بشكل السبناخ يذوب كما تشوفوا، البصل زاد ذاب، وديجا من بعد كي باش نقليوهم باش يزيدوا يذبلوا بالكدا بالكدا ويطيبوا بالكدا بالكدا. لهنا زدت عظمة وباش نخلط ونشوف زيت اخرى خاطر نعرف خليط نتاعي برشا باش يستحق مينيموم عظمتين، وانتوما عينكم ميزانكم، تنجم تستحق اقل، تنجم تعمل عظمة بركة. انا لهنا عيني ميزاني، حسيت روحي نستحق مينيموم عظمتين ونجم نزيد، حطيت عظمتين وباش نخلط ونشوف قديش نستحق. خلطوا الخليط الكل مع بعضه،
ونشوفوا تكستور متاعنا اسكو هي اللي نحبوا عليها والا لا. خلطوا هكايا كما تشوفوا باش المكونات الكل تتخلط مع بعضها، ونشوفوا عنا ميزانة كما هكا. لهنا اعطيتكم الوصفة بالتدقيق الممل باش تتبعوها بالضبط كما عملتها انا، باش يجيكم الفلفل المحشي نتاعكم مبنين على الاخر، واللي يذوقوا بالحق مرة ديما يحب يعاود. لهنا سي بون نورمالمون الخليط نتاعنا. ممكن نزيد نستحق عظمة، حسيتو لهنا شايح شوية اي باش نستحق عظمة اخرى، نفقص عظمة اخرى. لازم يكون ماهوش شايح يعني يابس برشا، وماهوش سائل برشا، يعني ماهوش حشو تاع طاجين، على خاطر هو حشو نتاع فلفل لازم يكون متماسك، مش يابس، منحبوش يابس من بعد كي ناكلوه يغصصنا. وماهوش طري سائل برشا، ما نجموش نحشيوه خاطر في الفلفل المحشي يسيلنا من بعد في القلاية وما تجينيش تكستور نحبوا عليها. دونك اذا الحشو متاع الفلفل المحشي ما يجيكمش بنين برشا، جربوا الطريقة هذه والوصفة هذه والخليط هذايا، بالحق تجيكم حاجة بنينة على الاخر، واللي يذوق مرة يحب ديما يعاود. بالحق جربوها الوصفة وتفكروني. لهنا باش نبداو توا نحشي قرينات الفلفل متاعنا. خذينا كما تشوفوا قرينات فلفل، نظفناهم غسلناهم نحينا لهم الزريعه متاعهم وشقيناهم في الوسط باش نحشيوهم الكل. نبداو دونك نحشيو فيهم بالكعبه بالكعبه، ناخذ مغرفه صغيره كما تشوفوا هذاك الخليط متاعنا، وباش نبداو نحشيو في كعبات الفلفل المحشي متاعنا بالطريقه هذيا. المغرفة الصغيرة تعاوننا سورتو باش تدخل في وسط الفلفل المحشي براتيك على الاخر كيما هكا، والا بيجينا مش مشكلة. نعبيوه القرن بالقدا بالقدا، ما نخليوش فيه فضاء بالحشو، ونكملوا القرينات الكل بنفس الطريقة كما تشوفوا هكا يكون سي بون. الطريقة هذيا كاملوا نفس الحكاية. يعني عطيتكم دو زيكزامبل كيفاش تحشيوه، وانتم تكملوا بنفس الطريقة كيما هكا. اذا متوفر عندكم الفلفل المحشي الاخر الكبير، مش هذا قرينات العاديين، فما فلفل محشي الكبير نجمو زادا تعملوا الفلفل هذاك، والا الفلفل هذا مش عادي كان مش متوفر عندكم الفلفل المحشي الاخر، تنجم تعمل قرينات فلفل عاديين كيما هكا يجيكم زادا بنين على الاخر. لهنا سي بون كملنا القرينات الكل بنفس الطريقة، وفضل لي شوية حشو. كملت خذيت كعبة طماطم قسمت على 2، فرغت لها الحشو متاعها من داخل وحشيتها كيما تشوفوا بالخليط اللي فضل لي. مش مشكلة تنجموا زيادة تحشيو حتى كعبة بطاطا تقسموها على زوز، تقعروها في الوسط كيما نقعروا القراع وتحشيوها ما يتلوح شيء. لهنا عندي الفارينة، باش نحط الفارينة لهنا نتاعي ونبدأ. الفارينة علاش؟ على خاطر باش نغطسو هذيك الحلة متاع القرن في المحشي باش ما يخرجلناش الخليط على برا، باش يشد غاديكا وما يخرجلناش في القلاية كيما هكا بالطريقة هذيا.
نعملو الجرينات الكل هكاكا بنفس الطريقة. هذايا السر باش الحشو ما يخرج لناش على برا من بعد في القليان ويتفرت الحشو الكل في القلاية. نعملو الفرينة كيما هكا فك الحلة هذيكا اللي حطينا فيها الحشو نغموه الكل بالفرينة وننفضو كيما تشوفوا هكاكا باش ما يبقناش يعني برشا هكاكا فرينة. ونكملو بنفس الطريقة الكل هكاكا. هذا هو السر باش يشد الحشو غاديكا ويقعد غادي وما يتفرتش في القلاية. كملوا الكل هكاكا بنفس الطريقة. بحق الوصفة هذه جربوها وما تندموش. انا الوصفة هذه الحقيقة نعمل فيها من قبل وما نبدلهاش على خاطر بالحق ابدا وصفة متاع فلفل محشي قد ما جربت وصفات اخرين وكل واحد بالطبيعة والطريقة متاعو راهو ماهيش يعني روبير معناها هذاك هو نفس الطريقة. لا كل واحد وطريقته، كل واحد وطريقته شنو يحب يحط في الحشو، كل واحد يبدل على كيفه معناها ويحط على كيفه. اما هذه انجح وصفة بالحق وهذه الوصفة نورمالمون الاصلية تاع الفلفل المحشي باش يجي بنين على الاخر. من بعد بالطبيعة ما نكملو الجرينات الكل بنفس الطريقة. نبداو ساعة نقليو هذوكم اللي عملناهم بالفرينة لهنا نزيدوها فرينة ونحطو في القلاية ونقليوهم الكل نفس الطريقة. نجمو كيما قلت لكم تحشيو تعملوا كعبة بطاطا تحشيوها، نجمو تحطوا حتى قراع معناها تحشيوه كيما فندق الغلة. فندق الغلة نحطو فيه القراع بوطوزينة هذاك نحطو فيه الطماطم محشية نعملو فيه زيادة نجمو حتى باذنجان محشي كل شيء معناها الخضروات الكل نجمو نحشيوها بنفس الطريقة. نجمو زيادة تعوضوا الاسكالوب تحطوا في بلاصتو اللحم مفروم. فما برشا عباد يحطوا لحم مفروم في بلاصة الاسكالوب والا دجاج كيف كيف معناها زيد يجيب بنين على الاخر. انا ديما الحق ما جربتش عملت باللحم مفروم كنت اجربها معاكم مرة اما ديما نعملو نحب الجو تاع الاسكالوب اكثر في الماكلة في كل شيء بريسك نحب الاسكالوب اكثر من اللحم مفروم. نجم نجربو نهار في الفلفل المحشي معاكم ونشوفو كيف باش تطلع الجو متاعو. كملوا هكاكا بنفس الطريقة الكل. لاني هاني عطيتكم الريسيت بالتدقيق الممل باش ما تقولوا ليش فما ايتاب فلتوها وما شفتوهاش ولا حاجة. لا باش هكاكا الوصفة تنجح لكم 100% وتكون هيك بالتدقيق على عينيكم بكل مراحلها يعني من الاول من الحشو بجينا حتاكشي الحشو في الاخر وللقليل. برشا يقولوا ما ينجح لهمش ما يجيهمش بنين الفلفل المحشي باللي جابوا ما يجيهمش الجو اللي يحبوا عليها. هذه هي دونك الوصفة اللي تلوجوا عليها لهنا موجودة جربوها بالحق وتفكروني. وصفة بنينة على الاخر حتى كي بيت ما يتلوحش يعني حتى كان تعمل كمية كبيرة متاع محشي ما يتلوحش فريمون قد ما بيت قد ما يزيد بنة على بنة
بالحق حاجة بنينة على الاخر. احنا نحب الحاجات هكايا يعني هكايا المقلية خفيفة معناها تتاكل بالخبز، نجم تزيد معاها صوص اكوتي معناها تعدي بيها، نجم حتى تاكل وحده بالخبز معناها مش مشكلة معناها مش لازم حتى تعمل صوص. لهنا سي بون كيما تشوفوا انا حطيناهم يتقليو الكل، هاكم يتقلاو لونهم باهي، خليهم يتقلاو بالكدا بالكدا. والحشو بتاعنا ديجا طايب معناها من داخل باش الفلفل من برا يطيب ويذوب الجبن من داخل بالطبيعة. نقلبوهم ساعة ساعة ونخليوهم يطيبوا على رواحهم في عقلهم سلة سلة. سهل يسيبوه هاكا تشوفوا بداو يطيبوا، هاكا الحشو حمار بتاعنا من برا، ونجمو يعني نبداو نعبطو الكعبات بتاعنا اللي حمارو. نكملوها كدا. حسيت باش نحكيلكم على البنة. لهنا سي بون انا حطيناه في البلا. حسيلو واش نحكيلكم ايش نحكيلكم المنظر يحكي وحده هاكا، المنظر يحكي وحده. بنة على بنة طابوا في حقهم وجوهم باهي، جربوها بالحق الوصفة هذه وتفكروني. أبن وصفة بالحق، أبن وصفة متاع فلفل محشي تنجموا تجربوها من غير منازع. جربوا دونك الوصفة هذه وتفكروني. إذا عجبتكم بطبيعة الوصفة ما تنساوش باش تعملوا لي اشتراك واللايك وتشجعوني بلي كومنتير وتقولوا لي إذا جربتوا الوصفة وعجبتكم وجاتكم بنينة كما جاتني لي أنا، حاجة بنينة على الآخر. ولهنا نكون وصلت بكم لنهاية الفيديو متاعنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاعنا وان شاء الله تجربوها. نتقابلوا في وصفة اخرى ودبارة اخرى وبسلامة.